يا ابن الهرمة، جه منين المثل دوت؟ ابن الهرمة دوت شاعر عاصر الدولة الأموية والدولة العباسية، اسمه إبراهيم ابن هرمة. والشاعر دوت كان معروف ببراعته، لكن هو كان بيعرف مصلحته، وكان في أيام الدولة الأموية يفضل يمدح فيهم. سقطت الدولة الأموية بدأ يمدح في الدولة العباسية، وكان مدمن خمور. وعشان مصلحته بدأ ان هو يروح للخليفة المنصور ويقول له انا عايز تجوز لي شرب الخمور. وفعلا هو بدأ الخليفة العباس يصدر فرمان ان اللي هيشوف ابن هرمة في مكان، حارس يشوف ابن هرمة في مكان وهو سكران يقبض عليه ويجلده 80 جلدة، وفي نفس الوقت الحارس دوت يتجلد 100 جلدة. وفعلا بدأ يعدي من قدام الحراس فما يقبضوش عليه، يقول احنا ليه نتضرب 100 جلدة دول؟ لا، احنا الاولى ايه، نسيب ابن هرمة. وبقى معروف ابن هرمة بتاع مصلحته، ما عندوش مبدأ ومتلاعب بالقانون. ومن هنا ظهر عندنا مثل ابن هرمة.